حسام حسن بيعلن قائمة منتخب مصر اللي هتواجه موريتانيا ذهابا وإيابا في تصفيات أفريقيا 2025. والحقيقة إن القائمة يمكن توجه لها انتقادات، حاجات في محلها وحاجات مش في محلها. وتعالوا نبص كده على القائمة مع بعض، هناخدهم مركز مركز ونبتدي نقول رأينا. لما نيجي نتكلم في مركز حراسة المرمى، الشناوي، عواد، مصطفى شوبير، والمهدي سليمان. الشناوي وعواد بحكم الماتشات وان هم اوريدي اللعيبه الجاهزه في حراسه المرمى، اكيد هم اختيارين مفيش عليهم اي جدال. يمكن مستوى الشناوي مؤخرا مش هو الشناوي اللي كان من 3 4 سنين، حتى الشناوي يمكن بقاله موسم او موسم ونص مش هو الشناوي اللي كنا نعرفه زمان، ولكن يصنف في حته اهل الخبره واهل الثقه بالنسبه لحسام حسن، ودي حاجه مهمه جدا هتبان في بقيه المراكز. عواد طبعا حارس الزمالك الاساسي، لسه لاعب نهائي السوبر الافريقي قدام الاهلي، قدم اداء جيد، فجاهز ان هو يبقى حارس لمنتخب مصر. اهل الثقه تاني رجعونا للمهدي سليمان. يمكن في حراس تانية ممكن تكون احق او اكثر جاهزيه او اكثر موهبه او واعده تنفع المنتخب قدام، ولكن اهل الثقه هم رقم واحد عند حسام حسن غالبا، علشان كده تم اختيار المهدي سليمان. مصطفى شوبير حارس واعد، يمكن هو الأحق بحراسة مرمى النادي الأهلي إن هو يبقى الحارس الأساسي. موهبة كبيرة جدا وكبر، يعني 24 سنة 25 سنة، مش حارس ناشئ، ده راجل يلعب أساسي في أي مكان. ولكن وجود الشناوي في النادي وفي المنتخب، أنت تاخد حارس أساسي وحارس احتياطي من نفس النادي، ممكن ده بيعمل مشكلة في بعض الأحيان. ولكن شوبير واعد ومفيش عليه خلاف، وكده كده هو لا رقم واحد ولا رقم اتنين. هو لو لعب في المنتخب هيبقى يا رقم 3 يا رقم 4. حراسة المرمى إلى حد ما متوازنة، مفيش فيها مشاكل أو انتقادات ممكن توجه بشكل صارخ لحسام حسن. بس هنبتدي نيجي بقى لخط الدفاع. رامي ربيعة، منعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وأحمد عيد. ومن هنا نبتدي الكلام. أحمد رمضان بيكهام لاعب ممكن يأدي كقلب دفاع، يمكن كمان يلعب نص ملعب لو احتاج، يمكن يلعب باك رايت. فاختيار حسام حسن بيحب اللعيبة اللي هم برضه من أهل الثقة، وبرضه بيقدر يلعب في أي مركز. خالد صبحي قدم مباراة جيدة في التصفيات في التوقف الدولي اللي فات، ومشكلة أحمد حجازي ممكن هي اللي ادت فرصة لخالد صبحي إن هو يبقى موجود. بعد كده محمد حمدي الباك الشمالي الأساسي. أول بقى حاجة كبيرة تيجي بعد كده هي إعلان محمد شحاتة كلاعب في خط دفاع منتخب مصر في القائمة. محمد شحاتة أصلا لاعب نص ملعب بيأدي في أكتر من مركز، بس إعلانه إن هو في خط الدفاع ده يمكن دليل على إن هو رايح عشان يلعب باك رايت مكان محمد هاني اللي اتصاب. هل شحاتة أفضل لعيب ممكن يؤدي دور الباك اليمين؟ بالطبع لا. لما يبقى عندك لعيب زي عمر كمال، راجل عامل مباراة جيدة جدا في السوبر الأفريقي، ما كانش فيه ثغرة واضحة من ناحيته، قدر يلعب على ميشالاك، يلعب على مصطفى شلبي بشكل جيد جدا وهو جاي من على الدكة. هنا نبتدي نفكر، طب ليه عمر كمال مش موجود؟ هل في مشاكل بينه وبين حسام حسن؟ ده سؤال لازم يتسأل. أحمد نبيل كوكا اختيار تاني بعيد عن الصورة في النادي الأهلي بشكل كبير، بيلعب ممكن ماتش لأ، وإعلانه برضه في خط الدفاع، معنى كده إن هو الباك الشمال الاحتياطي ممكن لمحمد حمدي. كوكا بيقدر يلعب باك شمال وبيقدر يلعب في نص الملعب، وشفناه في المنتخب الأولمبي. الاعتماد على عناصر المنتخب الأولمبي حاجة مهمة وحاجة جيدة جدا، ولكن في لعيبة أجهز، في لعيبة ممكن تؤدي الدور بشكل أحسن. يمكن كوكا كمان لا ينطبق عليه قوي نظرية محمد شحاتة ان ما ينفعش محمد شحاتة يلعب باك يمين، لان كوكا مصر ما فيهاش باك شمال واعد منور قوي، خصوصا مع مشكلة فتوح. الاهلي والزمالك الباكات الشمال بتاعتهم اجانب، في مشكلة في المكان ده في مصر، عشان كده استخدام كوكا هنا وارد ومنطقي، ولكن اكيد عليه تحفظ الكبير بقى احمد عيد. ليه احمد عيد؟ لاعب في فرقته مش اساسي، لاعب حتى لو لعب مع المنتخب الاولمبي الكلام ده كان من كام شهر خلاص. ليه احمد عيد لسه موجود؟ او ليه احمد عيد تم استدعائه واصلا الاساسي اللي عليه في النادي المصري كريم العراقي؟ فهنا نرجع تاني، هل هو بيحاول يجهز لعيبه؟ هل احمد عيد مش هيبقى ليه دور جاي بعد كده علشان يبقى ليه دور لقدام؟ طب هل معنى كده ان هو بيلغي عمر جابر، واحد متالق وبيقدم اداء رائع طول السيزون مع جوميز في الزمالك؟
عمر كمال عبد الواحد لعيب كان اساسي وكان بيلعب في منتخب مصر واساسي في فرقته وبيلعب في النادي الاهلي في الماتشات اللي الاهلي محتاج يهاجم من على الجنب اليمين. ده دور عمر كمال اكتر من هاني. المباريات اللي فيها تحفظ دفاعي اكتر بيلعب هاني، ولكن عمر كمال في المجمل باك يمين ممتاز. نروح بعد كده لخط النص: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، زيزو، دونجا، تريزيجيه، مرموش وصلاح ومصطفى فتحي وابراهيم عادل. هم يعني يعتبروا وينجات اكتر منهم نص ملعب. لما نيجي نبص، الحاجه الابرز بالنسبه لي استبعاد سام مرسي. ده اصعب حاجه موجوده في القائمه كلها بقى. ليه سام مرسي؟ لعيب رقم 6، اساسي في الدوري الانجليزي، بيقدم اداء ممتاز مع فرقته ابسويتش تاون، ولكن انت ما بتاخدوش المنتخب. طب ليه؟ هل عشان ما فعلا ما بيعرفش يتكلم عربي؟ بس ده مش سبب. يعني انت منتخب المغرب كل واحد بيتكلم باللغه بتاعت البلد اللي هو بيلعب فيها. انت لما يبقى عندك لعيب بيلعب في الليفل ده، احنا يعني بنستنى يبقى عندنا لعيب كده. فسام مرسي استبعاده من القائمه دي نقطه استفهام كبيره جدا، خصوصا ان انت الستتين الوحيدين حمدي فتحي ومروان عطيه ساعات انت بتلعب الاثنين مع بعض في الملعب، فما بيبقاش عندك بديل في نفس المركز بره الا اذا استخدمت محمد شحاته او كوكا. وفي الحاله دي هتظهر لك مشكله في الاظهره لو في حد ظهير مش جاهز او اتصاب او حصل اي حاجه. وجود دونجا على حساب النني غالبا يمكن ده شيء مقبول جدا طبعا، وراح الامارات وبيلعب وممكن بيقدم اداء جيد، ولكن اعتقد ان فتره النني خلاص عدت مع المنتخب. بقيت بعد كده الوينجات وخط الهجوم مفيش جدال عليهم، هي لعيبه يمكن هم الافضل في مصر دلوقتي. دول المراكز مفيش فيها جدال كبير. هي المشكله كلها دايما في الكومباينيشن بتاع نص الملعب. وبعد كده الباك اليمين بعد اصابه هاني، والباك الشمال الاحتياطي، لان مفيش غير حمدي هو الاساسي. احب اعرف رايك في القائمه. مباراه المفروض تبقى سهله على المنتخب، وبالتالي ممكن يكون حسام حسن مدي لنفسه هامش للتجربه والحكم بعد ما نشوف الاداء.